السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده اخر حلقه في كورس تاسيس القراءه والكتابه المستوى الثاني بالنسبه للحروف. وباذن الله زي ما قلت لكم قبل كده هنزل لكم لما نخلص تطبيق عملي مع الاطفال، خصوصا الاطفال الضعاف. ازاي الكورس ده الحمد لله رب العالمين بفضل الله ثم بالكورس ده قدر ان هو يساعدهم ان هم يعرفوا يقراوا ويكتبوا بطريقه هتعجبكم جدا، لدرجه ان انتوا هتروحوا تطبقوا الكورس ده مع اولادكم باذن الله، سواء كان بقى في العربي او في الانجليزي. هسيب لكم كل الفيديوهات دي في صندوق الوصف تحت الفيديو ان شاء الله. اهلا بكم في قناه مس اروى، ويلا نبدا مع بعض ونقول الدعاء. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. احسنتم، جزاكم الله كل خير. نقرا اصوات الحروف. نا، ني، نو ممتاز. ها، هي، هو رائع. و، وي، وو ممتاز. يا، يي، يو ممتاز. تعالوا بقى نحل التدريب ده يا ولاد. عندنا حروف الناقصة عايزين نوصلها بالحروف الكاملة. أول حرف معانا صوته ايه يا ولاد؟ ما ممتاز. فين هنا الماء الكاملة؟ الماء الكاملة يا ولاد، دي ماء كاملة. شطار، نوصل بيها. طيب اللي بعدها صوتها فو ممتاز. عايزين فو كاملة. شطار ممتاز. اللي شاور على دي انت رائع او انت رائع. اللي بعدها صا، صاد فتحة صوتها صا ممتاز. هنا فين صا كاملة؟ دي ولا دي؟ دي ممتاز، نوصل. اخر حرف معانا صوته في، نوصله في كاملة الفاضلة معانا ممتاز. اخر حرف من حروف الهجاء. الشطور بقى اللي هيقول لي اسمه ايه اخر حرف من حروف الهجاء؟ شطور اللي يفتكروا. مين الشطور او الشطورة؟ ياء. شطار، اسمه ياء. اسمه ايه؟ ياء ممتاز. عندنا ياء كاملة وياء ناقصة. رائع ما شاء الله عليكم، انتوا شطار جدا. طيب حرف الياء قال ايه ده؟ الحركات لعبت مع كل الحروف الا انا عايزه اروح اقول لها ليه يا حركات ما جيتيش تلعب معانا؟ طب مين يفكرني بالحركات الاول يا ولاد؟ فتحه، ضمه، كسره ممتاز. فرح عند الحركات يسالهم ليه انا ما لعبتوش معايا. فرح للحركات والحركات قالت له ايه ده، احنا مكناش نعرف ان لسه فاضل حرف، احنا افتكرنا انه حرف الواو هو اخر حرف. قال لهم لا، حروف الهجاء بتبدا بحرف الهمزه وتنتهي بحرف الياء. انا اخر حرف، انا عايزه العب معاك. قال له تعالى العب معانا، ده احنا هنبسط قوي ان احنا نبقى كده لعبنا مع كل الحروف. فجت الحركات عشان تلعب معاه، واول حركه هتلعب معاه اسمها ايه يا ولاد؟ شطر اللي هيقول لي حركه ايه؟ حركه الفتحة. شطار، حركة الفتحة. ادي حركة الفتحة تلعب مع الياء الناقصة وتلعب مع الياء ايه؟ الكاملة ممتاز. قالت لها عشان العب معاكي يا حرف الياء لازم تكوني عارفة ان انا عندي شروط. قالت لها شروطك ايه؟ قالت لها شروطي ان انا هغير اسمك وغير صوتك. قالت لها ازاي انا اسمي حرف الياء؟ قالت لها متقلقيش، اللي بيلعب معانا بياخد من اسمنا. قالت لها انا برضو مش فاهمه، وضحي اكتر. قالت لها هنسميكي ياء فتحه. شطار، ياء فتحه. رائع، ياء فتحه، ياء فتحه. جميل جدا. وقالت لها كمان هنغير صوتك. قالت لها ازاي؟ قالت لها هنفتح الصوت. اسمها كده ياء، 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 ياء فتحه، ياء فتحه، ياء ممتاز. ياء فتحه، يا ممتاز. جت اللي هي بقى قالت لها طيب مش انت عندك اخت تانية؟ قالت لها ايوه. قالت لها طب انا عايزه العب معاه. قالت لها تعالي انا هقول لك الاخت التانية. مين الشطور اللي فكرني باختها التانية؟ اسمها ايه اللي دايما مكانها تحت الحرف؟ اسمها ايه؟ اسمها ضمه. لا، الضمه ما بتبقاش تحت الحرف. كسره ممتاز. ادي الكسره تلعب مع الياء الناقصه وهتلعب مع الياء الكامله. ممتازين يا ولاد.
قالت لها هنسميكي ياء كسرة، هنسميكي ياء كسرة، وهنغير الصوت، هنخلي صوتك كده اهو، اسمعي كده، يي 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 يي، ياء كسرة يي، ياء كسرة يي. ممتاز. جت بقى الياء قالت لها طب استني انت عندك اخت تالتة انا عايزة العب معاها. قالت لها تعالي العب معاها. ادي حرف الياء وهيلعب مع الاخت التالتة. مين الشطورة بقى اللي هتقولي الاخت التالتة اسمها ايه يا ولاد؟ ها، الحركة التالتة اسمها ايه؟ ضمة. ممتاز. والضمة مكانها فين من الحرف؟ تحت الحرف كده صح؟ خطأ، الضمة دايما مكانها فوق الحرف، فوق الحرف. ممتاز. ادي الضمة تلعب مع الياء الناقصة والياء الكاملة. فقالت لها انا برضو هغير فيكي حاجتين اللي هما شروطي. قالت لها ايه؟ قالت لها هغير اسمك وصوتك. ممتاز. فهنسميكي ياء ضمة، هنسميكي ياء ضمة، هتسميها ياء ضمة وهتغير الصوت. قالت لها ازاي؟ قالت لها هنضم الصوت، اسمها كده يو 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 يو، ياء ضمة يو، ياء ضمة يو. ممتاز. يبقى احنا عندنا حركات التلاتة لعبوا مع حرف الياء، يا يي يي يو، ياي يو ياي يو. حد يعرف يعمله بسرعة؟ ياي يو ياي يو. ممتاز. نسمع بقى القصة بتاعتنا الجميلة النهاردة. كان يا ما كان في قديم الزمان، كان في، بص كده، كان في ولد اسمه ياسر. اسمه ايه يا ولاد؟ ياسر. ياسر ده كان عايش مع باباه في اليابان. عايش مع باباه فين؟ في اليابان يا ولاد. وكان هو قرر ان هو مع باباه يروحوا السوق بتاع الفاكهة عشان يشتروا فاكهة كثيرة جدا. هما بيحبوا الفاكهة جدا، فقرروا ان هما يروحوا يشتروا. فراح ياسر مع باباه، واول فاكهة شافها عجبته جدا اللي هو بيحبها. اسمها ايه؟ دي ايه؟ دي برتقال؟ لا مش برتقال، دي يوسفي. اسمها ايه؟ يوسفي. شطار. قال لي بابا انا عايز اشتريها عشان انا بحبها جدا. فقرر فعلا بابا ان هو يشتريها. ولما اشتراها يا ولاد، بابا راح ايه؟ ادى للراجل او البايع، اداله ايه؟ اداله ده. بص كده، بص كده يا ولاد، اداله ايه؟ ده. فبص ياسر كده قال له ايه ده؟ ايه ده هو اللي انت اديتهولي ده؟ قال له انت متعرفش يا ياسر ده ايه؟ قال له لا. قال له ده اسمه ين ياباني. قال له ين يعني ايه؟ قال له ين يعني عملة يابانية. العملة اليابانية دي يعني كل دولة في العالم ده كله ليها عملة بيتعاملوا بيها في البيع والشراء. اسم كل بلد ليها عملة. زي مثلا مصر ليها الجنيه، الجنيه المصري. زي مثلا الكويت ليها الدينار الكويتي. زي سوريا ليها الليرة السورية. احنا بقى هنا في اليابان بنستخدم الين الياباني. اسمه ايه؟ ين. ين. واصلا يا ياسر كلمة عملة جت من كلمة تعامل، يعني الناس بتستخدم العملة دي في التعامل في البيع والشراء. تعرف يا ياسر زمان ما كانش فيه عملات خالص. فياسر قال له امال الناس ازاي كانت بتتعامل، ازاي كانت بتبيع وتشتري؟ بابا قال له كان في نظام اسمه نظام المقايضة. ياسر قال له يعني ايه مقايضة يا بابا؟ قال له المقايضة دي يعني بنتبادل الاشياء مع بعض. انا بروح عند البائع ده، بابا عايز اشتري دقيق، هو عنده دقيق اشتريه منه. فهو يجي يقول لي طيب انت عندك ايه اقدر اخده منك؟ فاقول له انا عندي مثلا زيت زيتون. فهو البائع ده ياخد زيت الزيتون وانا اخد الدقيق اللي انا محتاجه. فياسر قال له يعني كل واحد بيتبادل الاشياء او الادوات مع الاخرين. قال له بالظبط كده. لكن يا ياسر مع الوقت وتطور بدأوا يستخدموا العملات، والعملات بيكون عليها بتتعمل بشكل ان هي ترمز للدولة، تعبر عن الدولة اللي هي جاية منها. زي مثلا انا هوريك الجنيه المصري. الجنيه المصري ده شكل الجنيه المصري. بصوا كده يا ولاد، ده شكل الجنيه المصري. خلاص. في ظهر الجنيه في شكل بيعبر عن مصر، اللي هو بيعبر عن الفراعنة. خلاص. توت عنخ آمون ده واحد من اللي حكموا مصر. خلاص. في الزمن القديم. وفي الوجه الآخر في كلمة 1 جنيه. شايفينه يا ولاد؟ يبقى في شكل بيرمز عن الدولة المصرية. خلاص.
ده بيبقى موجود على العملة، زي الين الياباني خلاص في شكل بيرمز للغة اليابانية يا ولاد. شايفين ده بيرمز للغة اليابانية بتاعها، وبالتالي بيعبر عن الدولة. وعلى فكرة زمان كانوا بيصنعوا العملات دي بشكل يدوي، يعني بالإيد، بيقعدوا إن هم يعملوا العملات دي بالإيد. لكن مع تطور الآلات بقى يستخدموا آلات حديثة جدا. وخلي بالك إن مش أي حد يقدر إن هو يعمل العملات دي أو إن هو يطلعها ويديها للناس. لازم فقط البلد أو الدولة أو الحكومة هي اللي تعمل العملات دي، لأن اللي بيعملها لوحده أي أشخاص أو أي جهات تعملها لوحدها من غير إذن الدولة ده يعتبر تزوير، ويؤدي إن الشخص ده ممكن يتحبس أو يتسجن وبياخد مدة حبس طويلة جدا. قال له فعلا يا بابا انت معاك حق، دي حاجة بتخص الدولة وهي رمز للدولة، وبالتالي الدولة هي المسؤولة الوحيدة عن العملات دي وعن اقتصاد البلد. توتة خلصت الحدوتة. يبقى احنا خدنا حرف ايه يا ولاد النهاردة؟ يا يي يو. ممتاز. يا يي يو. يا يي يو. يا يو. يا يو. ممتاز. نشوف بقى القصة بتاعتنا، كان فيها كلمات كتيرة تبدأ بحرف الياء بالحركات. نبدأ ب ده ايه؟ يوسفي. يوسفي. نقول كده يوسفي يا ولاد. يوسفي. بتبدأ بايه؟ يوسفي. يا ضمة يو. ممتاز. ين. 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 فما نعمل ازاي؟ ين بيبدأ بايه؟ ين. يا كسرة صوتها يي. ممتاز. ين. عرفنا ان الين هي عملة اليابان، يعني هي العملة اللي هي الفلوس اللي بيستخدموها يا ولاد. تمام. طيب ياسر. 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 بتبدأ بايه؟ بياء فتحة يا. ممتاز. تعالوا نشوف بقى حرف الياء بنكتبه ازاي يا ولاد بالحركات الثلاث اللي هي الكاملة والناقصة مع حركة الفتحة. خلاص نبدأ بالايه؟ ياء فتحة ياء. الياء الناقصة سنة صغيرة فوق السطر، فردة ايديها على السطر وليها وتحتيها نقطتين، 1 2. طب الياء الكاملة نص دايرة صغيرة وطبقها نازل تحت السطر وليها نقطتين، 1 2. ممتاز. حركة الفتحة بقى بنكتبها ازاي؟ شرطة مايلة فوق الحرف. ممتاز. شرطة مايلة فوق الحرف. يا كسرة يي. سنة صغيرة فوق السطر اللي هي الناقصة، فردة ايديها على السطر وليها نقطتين، 1 2. طب الياء الكاملة نص دايرة صغيرة وطبقها نازل تحت السطر. ممتاز. وليها نقطتين، 1 2. كسرة شرطة مايلة تحت الحرف. شرطة مايلة تحت الحرف. آخر حاجة هي ضمة يو، الياء الناقصة والياء الكاملة، والضمة دائرة صغيرة أو واو صغيرة فوق الحرف. ممتاز. تعالوا بقى نقرأ يا ولاد دلوقتي. الحرف ده صوته ايه؟ يا. ممتاز. هي ناقصة فهتمسك في اللي بعديها. صوته با. ممتاز. يا با. يا با. سا. ممتاز. يا بسا. يا بسا أسرع. يا بسا. يا بسا. ممتاز. دي كانت نهاية حلقتنا ونهاية برضو الكورس بتاعنا للحروف بالحركات الثلاثة المستوى الثاني. واللهم لك الحمد، يا رب يكون أفادكم. وأي حاجة محتاجينها اكتبوها لي في الكومنتات تحت الفيديو. وبعد كده إن شاء الله هناخد دروس كاملة بقى، دروس تأسيس كاملة، سواء كانت اللام الشمسية أو القمرية أو التنوين أو غيره أو أشكال الحروف في الكلمة. وإن شاء الله الدروس تعجبكم جدا، هي بقصص حلوة قوي وممتعة قوي، إن شاء الله تعجبكم قوي. أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.